ليتي النهاردة هنعمل عيش الكريب وهنحضر الكريب مع بعض. استخدمت دقيق وعملت بيه احلى كريب رقيق، وكمان استخدمت شوفان وهيطلع جميل جدا ومشبع. وكمان هنبتكر مع بعض وهنحط مقادير الاتنين مع بعض بحيث ان احنا نطلع حاجة جديدة ناخد فيها حلاوة سماكة عيش الشوفان وان هو يكون مشبع كده، ورقة وجمال العيش اللي بيتعمل بالدقيق للكريب. فهنا هتلاقوني بوريكم حبة من العيش اللي هو معمول بالدقيق بس، وحبة من المدموج ما بين الدقيق وما بين الشوفان، بكوباية من الشوفان وبضاية ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة ملح. جهزت الخليط بتاعي واللي اعتمدت فيه ان انا بعد كده خلاص مش هستخدم له غير الخلاط، لان هو بيخلي لي السمك بتاع الخليط انا عما يكون، وده اللي احنا محتاجينه عشان بعدين افرده كويس قوي على نار تكون عالية. اوكي، واكون مسخنه الطاسه ودهناها زيت وابدا ان انا افرد بالمعلقه. الشوفان بالنسبه لي حتى انا كنت بحاول ان انا يعني اعمله مثلا عصايه الكريب، بس عايزه اقول لكم ان كده كده فكره ان انا ادمج نص كوبايه من الدقيق على نص كوبايه من الشوفان ظبط لي جدا، مع بقى شويه الاضافات اللي انا ضفتها كمان حبه البركه خلى العيش راح في حته تانية خالص. حشو بقى الكريب ممكن تستخدموا فيه حاجات عادي يعني عندكم اصلا بالتلاجة، لحمه او فراخ من عندكم كده. انا استخدمت ناجتس حار وموتزاريلا وخضار نقطعه ونبدأ ان احنا نحط مع بعض ونحط الكاتشب او المايونيز. وهنا بقى الفكرة ان احنا لو حطينا في النص كامل مفرود هنطبقها نصين بس كأنها تاكو، لو عملناها في ربع بس هنطبقها 4 كأنها بقى عيش كريب. اوكي، ممكن كمان ان احنا نفتح حتة، هنبدأ ان احنا نقص نص ضلع اوكي من القطر بتاعتها كلها، ده هيساعدنا برضو ان احنا نطبق اسرع. ربع ده ممكن حتى نقص خالص نصين كاملين بحيث ان هو يطلع لي كأنه عيش مش مفتوح. ممكن اقسمه حتى ربع واستمتع برضو بيه. جميل بقى ان احنا ممكن برضو ناخده معانا بره اوتسايد، انا دايما بحب ان انا اعمل اكل في البيت، ولو انا هطول بره استمتع بيه. فكده يبقى استمتعنا بالتحضير وبالاكل حتى لو اوتسايد هو. جربوه وبألف هنا على قلبكم.